ماذا لو قلت لك انك انت الشخص المختار المنتظر، ولادتك هي معجزة هتغير العالم كله اللي مليان صراعات ومشاكل؟ كتير من القصص والاعمال اتكلمت على ان بطل القصة هو الشخصية الاساسية، هو اللي فعلا العالم بتاعه كان منتظره ان هو يتولد عشان كل الاحداث والصراعات تخلص على ايده هو نفسه ويحل كل الازمات. فزي ما قلت هو الشخصية الاساسية. ولكن واحدة من القصص اللي عملتها بشكل مختلف جدا هي قصة فيلم بليد رانر 2049، واحد من اشهر وافضل افلام الخيال العلمي على الاطلاق. وفي البدايه كده من غير ما اجمل الكلام، انا بحس ان معظم الناس اللي شافت الفيلم ده ما فهمتوش كفايه، او ان هي ما خدتش بالها من التفاصيل اللي هنا وهناك، لان الفيلم محتاج بحث وتدقيق كده وانت بتتفرج عليه، مع احترامي طبعا لاي حد اتفرج على الفيلم ومفهومه عن الفيلم نفسه. عشان كده طبعا قبل ما تتفرج على الفيديو دوت لازم ترجع الاول للفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن الجزء الاول اللي اتبنت فيه كل الاحداث، وبعد كده تعالى لي هنا عشان نسهب انا وانت ونغوص جوه عالم القصه والشخصيات المثيره للاهتمام جدا. اولا كده خلينا افكرك، احنا عارفين ان من الجزء الاول الفيلم كان بيسال سؤال واحد بس: ايه معنى انك تكون انسان؟ وايه الفرق ما بين الانسان والاله اللي هو اخترعها وادالها مشاعر وخلاها تبقى شبهه؟ الموضوع بيوصل لدرجه ان طول الفيلم الاولاني ما جاوبوش على ان هل بطل الفيلم آلي ولا انسان، لان من كتر ما الاتنين شبه بعض ما بقيناش عارفين نفرق. الجزء الثاني ده بقى من اخراج واحد من المخرجين المفضلين اللي هو ديني فيلونوف، نفس الراجل اللي اخرج فيلم بريزنرز اللي اتكلمت عنه قبل كده، ودون وانسندياس وسكاريو والحاجات دي كلها. اخر حاجه بقى عشان ابطل رغي، ان الفيديو ده هيكون بجوده 4K عشان لاي حد عايز يشوف التفاصيل الموجوده هنا وهناك. جزئنا الثاني بيبدا سنه 2049 بعد 30 سنه من احداث الجزء الاول. مخرجنا دينيس فيلونوف بيعمل بالظبط زي المخرج ريدلي سكوت، وبيكتب لك في الاول القصه اللي هيتبني عليها الفيلم. نراجع بس بسرعه المعلومات اللي احنا عارفينها من الفيلم الاولاني: ان العالم بتاعنا حصل فيه حرب عالميه ثالثه، في اسلحه نوويه نزلت، اسلحه كيميائيه دمرت الكوكب تماما، في اماكن في كوكب الارض الجو فيها مسموم خالص ومحدش بيقدر يدخل الاماكن دي، واماكن تانية بتمطر 24 ساعه، الحيوانات كلها ماتت، الشجر كله اختفى، والبشر بقى في منهم شكلهم غريب عجيب زي سباستيان كده. واللي هنا بيظهر معانا شركه اسمها تايريل اللي عملت روبوتات على شكل بشر اقوى واذكى وافضل مننا، خلوا الروبوتات دي يعملوا المهمات الصعبه الخطيره، يروحوا يستكشفوا كواكب جديده، ومن الاخر يعني يكونوا عبيد عندنا. فهنا بقى بيتكون معانا فرقه من الشرطه اسمها البليد رانر، ضباط مهمتهم الوحيده يقضوا على اي روبوت خرج عن طوع البشر. ده كل اللي احنا نعرفه عن الجزء الاولاني. هنا بقى في الفيلم بيحكي لنا ان بعد احداث التمرد الكتير قوي اللي حصلت من الروبوتات دي كلها، الناس خافت فعلا من الاليين دول، فقرروا ان هم يمنعوا تصنيع اي روبوت خالص، وشركه تايريل نفسها اللي بتنتجهم فلست تماما. ولكن عدى سنين وفي العشرينات من القرن بتاعنا احنا الكوكب دخل في ازمه اقتصاديه حاده ونقص كبير جدا في الاكل، محدش لاقي ياكل، مفيش اكل في الكوكب. واللي بيظهر معانا واحد من الشخصيات المهمه جدا، واحد اسمه والاس. الراجل ده اخترع حاجه اسمها الزراعه الاصطناعيه، قدر ان هو يمنع المجاعه وانقذ البشر، فده خلاه ان هو يهيمن على اقتصاد العالم كله ويكون شخصيه مهمه جدا. فالراجل ده راح اشترى شركه تايريل وقدر ان هو يرجع صناعه الروبوتات تاني، بس المره دي عمل نوع جديد من الاليين بيكونوا مطيعين جدا للبشر وبيسمعوا كلامهم في كل حاجه. ولكن في كوكب الارض معانا كان لسه عايش روبوتات من نكسوس 8 المتمردين القدماء، ولسه حتى الان بيتم مطاردتهم، واللي كان بيطاردهم كان لسه اسمهم البليد رانر. بعد كده بنشوف عين بتتفتح، طبعا فريم فاجر جدا، بس بتلاحظ ان الفيلم محافظ بشكل كبير قوي على روح الفيلم الاولاني. طب يلا بقى بينا ندخل على بليد رانر 2049 اخيرا ونحكي القصه. بس لا استنى معلش انا اسف، عشان افهمك اكتر ما ينفعش اسيبك كده. قبل نزول الجزء الثاني ده كان في 3 افلام قصيره بتشرح ايه اللي حصل من سنه 2019 اللي حصل فيها احداث الفيلم الاول لحد سنه 2049 اللي بيحصل فيها احداث الفيلم الثاني. الافلام دي فيها معلومات مهمه جدا، تعال نحكيهم بسرعه عشان نفهم ايه الحرب الكبيره قوي اللي حصلت وايه المشاكل اللي حصلت في السنين دي. الفيلم الاول فيلم انيميشن اسمه بليد رانر بلاك اوت 2022، وده من اخراج نفس الراجل اللي اخرج انميات زي كاوبوي بيبوب، ساموراي تشامبلو، وتيرور ان ريسونانس، والثلاث انميات دول حلوين جدا بالمناسبه يعني. المهم ان الفيلم ده بيدور في سنه 2022، بيوريك ان شركه تايريل اللي بعد ما عملت اصدار نيكسوس 6 وكان عمرها 4 سنين بس لكل آلي، عملوا بعد كده نيكسوس 8 على طول. وما تسالنيش ليه ما عملوش نيكسوس 7. المهم ان نسخه 8 دي شالوا منها موضوع ال4 سنين خالص، فاصبح ان الآلي شبه البشر بالظبط وبيعيش زيهم كمان. الفرق الوحيد ان هم حطوا في الآليين سيريال نمبر في عينهم اليمين عشان يفرق ما بينهم وما بين البشر العاديين. هنا بقى بيظهر معانا جماعات من البشر قالوا لا ما ينفعش الكلام دوت، احنا اسياد الكوكب ده، ما ينفعش الآليين يبقوا زينا. فبدأوا ان هم يشوفوا في الارشيف اي روبوت اتصنع ويطردوه ويعذبوه ويقتلوه بأبشع طريقه ممكنه. وبنشوف مشهد من الفيلم الاولاني، والشخصيه دي كمان هي باتيستا من الفيلم الثاني. المهم ان بسبب قتل وتعذيب الآليين دول بيظهر معانا جماعه من الآليين عايزين ان هم يعيشوا في سلام وما يبقوش عبيد عند البشر ولا حد يقتلهم، فبيروحوا عشان ينفذوا عمليه انتحاريه مستحيله. بيسرقوا بمساعده واحد بشري زينا راس نوويه ويفجروها في الغلاف الجوي. الانفجار ده بيعمل موجه كهرومغناطيسيه بتقطع الكهرباء عن العالم كله بتاع الفيلم ده، وبتمسح كل البيانات الالكترونيه اللي تتعرف على الروبوتات، وبيحرقوا كمان الارشيف. فبكده ما بقاش في اي سجل او اي
حاجه تبين مين الآلي ومين البشري. فبعد العمليه ديت البشر طبعا بيخافوا جدا، فبيتم حظر انتاج الروبوتات وشركه طيران اللي بتافلس. الفيلم الثاني بقى بيدور في سنه 2036 وده مدته 5 دقايق بس، بيشرح لنا ان ازاي والاس قدر ان هو يقنع البشر ان هو يعمل آليين تاني. فاحنا بنشوف ان الراجل اللي اسمه والاس ده بيطلع ان هو راجل اعمى اساسا، بيقعد مع البشر عشان يحاول يقنعهم بان هم يسمحوا له من تاني بصناعه الآليين، ولكن طبعا البشر رافضين تماما يعني، بس هم قاعدين قدامه بس عشان مكانته عندهم. ولكن هو يقول لهم ان البشر بتحتضر وان احنا محتاجين الروبوتات دي تاني، وبيطلع ان اللي واقف جنبه ده روبوت هو صنعه اصدار جديد. مجرد بقى ما والاس دوت بيؤمر الآلي ان هو يروح يكسر الازاز ويشرح نفسه قدامهم، بيعمل كده فعلا بدون اي تردد خالص، بينفذ الامر على طول. فبيوريهم قد ايه ان الآليين اللي هو بيصنعهم مطيعين للبشر. وفي الاخير بيدي للآلي ده اختيار، لا اما يقتل والاس لا اما يقتل نفسه، يختار حياه من الاثنين دول ينهيها. فالآلي بيختار ان هو يدمر نفسه. طبعا كلهم بيتصدموا تماما وبيتبسطوا كمان، وبكده بيقدر والاس ان هو يصنع الآليين من تاني. الفيلم الاخير بقى مدته 5 دقايق برضه، بيدور في سنه 2048 قبل احداث فيلمنا بسنه واحده بس، عن شخصيه باتيستا. احنا شفنا ان هو كان مطلوب قبل ما يحصل قطع في الكهرباء واتمسح كل السجلات، وهو واحد من النكسوس 8 العواجيز اللي عايشين مستخبين في الكوكب هنا، عايش في سلام، مش عايز حد يأذيه ولا هو يأذي حد. ولكن في يوم من الايام بيضطر ان هو يدافع عن امه وبنتها في الشارع، وبيقع منه ورق يثبت ان هو آلي، فواحد بياخده وبيروح يبلغ عنه. ومن هنا بيبدا احداث فيلمنا اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. بنرجع تاني للعين دي اللي بتتفتح، وبعديها بنشوف طياره بتطير فوق حقول صناعيه، وقاعد جواها بطلنا واحد من البليد رانر واسمه مكون من ارقام وحروف. وبنشوف واحد بيزرع يرقات حيوانيه، وطياره بطلنا بتطير من فوقيه، بتهبط وبيطلع هو منها بأورة رهيبه. بيدخل بيت الراجل ده اللي بيلاقي ان هو بيطبخ حاجه على النار. الراجل بيقلع هدومه وبنكتشف ان هو دوت باتيستا، وبنفهم كده الظابط ده جاي له ليه. بيدخل وبيروح عند البوتاجاز وبطلنا قاعد مستنيه في لقطه هاديه جدا، وبيساله هل انت الآلي كذا كذا؟ هيقول له انا مجرد مزارع. بيوريه ان هو بيزرع بروتينات دلوقتي وتوم كمان، وبيقول له خليني ادوقهولك. هيقول له لا شكرا، انا بحب اخلي بطني فاضيه قبل ما اعمل المهمه بتاعتي. طبعا المهمه بتاعته ان هو يقتله، وبيتكلم ببرود شديد قوي كأن دي حاجه عاديه. هيقول له انت من امتى وانت هنا؟ هيقول له من سنه 2020. وبنفهم ان باتيستا دوت كان آلي طبيب في الجيش، وبيقول له انت هتسلمني للبشر وتخليهم يشرحوني ويشوفوا ايه اللي جوايا؟ هيقول له لو كان عندي اختيار ان انا اسلمك كنت فضلت الاختيار دوت. وبيطلع سلاحه قدامه، وبرضه بيتكلم ببرود شديد جدا. باتيستا بيطلع المشرط اللي معاه وبيهجم على الشرطي، وبيمسكه يكسر الحيطه بدماغه، ولكن بطلنا بيقدر ان هو يضربه ويمسك جهاز كده معاه يمسح بيها عينه. باتيستا بيطلع المشرط ويضربه بيه تاني، بس هو مكمل برضه. وطبعا الجهاز دوت كان بيمسح السيريال نمبر المكتوب على عينه اليمين. وبعد ما بيخلص مسح عينه بيروح يجيب سلاحه، وقبل ما يقتله الآلي باتيستا بيقول له ايه شعورك وانت بتقتل ناس من نفس جنسك؟ هيقول له انا ما بقتلش حد من جنسي لاني من النماذج الجديده اللي ما بتهربش زيكم. هيقول له انتوا النماذج الجديده بتنظفوا وساخه البشر وبتخدموهم وبتسمعوا كلامهم في كل حاجه لانكم ما شفتوش معجزه قبل كده. وبيجي يهجم عليه بيقتله. فهنا بنشوف ان بطلنا ما عندوش اي رحمه خالص، هو بيترددش مع ان هو بيقتل آليين زيه. بنشوفه بعد كده خد عينه اليمين وبيغسلها اللي فيها السيريال بتاعه، وبعد كده بيخلي الدرون اللي معاه تصور كل حاجه موجوده. وبنشوف شجره هنا، ودي حاجه نادره انك تشوف شجره اصلا في العالم دوت، مع انها ميته وطلعان عينيها هنا، ولكن دي حاجه نادره برضه. حتى احنا بنشوف ان هو بيسجل المهمه بتاعته على بلاستيك مش على ورق، لان مفيش خشب في العالم هنا. وبعد تكون ما تعرفش ان الورق بيتعمل من الشجر. المهم ان هو بيكلم رئيسه الشرطه وبيقول لها على اللي حصل، ولكن بيبص يلاقي ان في ورده في الارض، ودي برضه معجزه تانية لان زي ما قلت التربه غير صالحه خالص لاي حاجه. بيخلي الدرون تصور وبتكتشف ان في صندوق مدفون تحت الشجره. رئيسه الشرطه هتقول ان هي هتبعت ناس تحفر وارجع انت. وبنشوفه طاير فوق كوكب الارض، اللي طبعا هو طاير لوحده لان كوكب الارض زي ما انت شايف كده حالته يرثى لها، لان كل الموجودين على الارض هم الفقراء والمساكين. وزي ما قال رئيس الشرطه في الفيلم الاولاني، لا اما تبقى رجل شرطي او مالكش لازمه، لان كل الاغنياء خرجوا بره الكوكب اساسا. وبنشوف زي سور مبني طويل جدا بيمنع الموج يوصل للارض، هنحتاجه في اخر الفيلم السور دوت. بس حنيكه زياده، ايه اللي حصل لكوكب الارض يخلي ان هم يبنوا السور الطويل قوي دوت يمنع الموج؟ وبيوصل لمركز الشرطه، وفي هنا بنشوف كده اعلان لواحده هنبقى نتكلم عنها بعدين. المهم ان هو بيدخل وبنشوف معامله حقيره بيتعاملها الضباط اللي زيه، ولكن بشريين بيشتموه وبيتنمروا عليه وبيعاملوه معامله وحشه جدا، وهو بيحاول يتفاداهم. وبعديها بيروح يتعمل له اختبار نفسي. الاختبار ده هيتكرر معانا طول الفيلم، وده بيتعمله بعد كل مهمه، ومختلف تماما عن الاختبار اللي احنا شفناه في الجزء الاولاني. لان الاختبار ده مش هدفه ان هو يفرق بين الانسان والاله، لا ده هدفه ان هو يتاكد ان الآلي ده لسه مطيع للبشر ولسه ما كونش اي مشاعر او وعي ذاتي بنفسه. فهم دلوقتي بيسمعوه نص معين محفوظ، وبيطلب منه ان هو يردد نفس الكلام اللي هم بيقولوه بنبره صوت معينه ومن غير ما ينفعل اي انفعال خالص. ولكن لو رد فعله اختلفت او بان عليه ان هو حس بحاجه، ده معناه ان هو خرج عن السيطره وبيصفوه على طول، مفيش اي تفكير في الموضوع. فايوه للدرجه دي البشر خايفين من الروبوتات. بعد كده بنشوف شوارع الارض اللي كلها تراب، واعلان تاني للبنت ديت، ومعرفش ليه في عربيه خنفسه ماشيه في الشارع
واحنا في سنه 2049 وتوك توك كمان ايه ده. وبنشوفه هو طالع بيته بيشتموه وحاطين شتايم كمان على باب بيته، كل ده عشان هو آلي. وبعيدا بقى عن مشاكل العالم ده كله وصخب الدنيا، عامل لنفسه جنه كده صغيره في شقته. بالليل في واحده بتكلمه وتقول له انت جيت يا حبيبي، وبعدين بتتكلم معاه اكتر واكتر وهو بيدخل يلزق جروحه بالغيره. مش كده وبس، حبيبته دي بتكلمه عن يومها وبتساله عن يومه. بيصب كوبايتين مشروب ولكن بيشرب الاثنين ودي حاجه غريبه، وبيقعد يستناها لان هي بتقول له ان خلاص الاكل جاي. ولكن للاسف بتطلع اكتر حاجه مثيره للشفقه في الدنيا كلها ان حبيبته مجرد هولوجرام. تبا تزعلش، انا كمان زيك، احنا شبه بعض، انا بعمل كده مع شات جي بي تي. بس الصراحه يعني يا بخته، يعني انا لو انا دي ارمث حبيبتي حتى لو هولوجرام او ذكاء اصطناعي انا موافق جدا جدا يعني. وهي دي بقى البنت اللي انا عمال اقول لك موجوده بره في الاعلانات، هي بنت ذكاء اصطناعي هولوجرام متبرمجه على ان هي تبسط الناس المتوحده والآليين اللي هم زيه كده. ولكن هو مختلف، هو دلوقتي متجوزها حرفيا. المهم ان هي بتقول له بمعنى ان هو كان يوم طويل، فهو بيقول لها ان هو فعلا كان يوم طويل. بعد كده بنشوف ان هي بتقول له اقرا لي كتاب، ارقص معايا، فهو بيقول لها انا جايب لك هديه. فبيوريها ان هو جايب لها الجهاز ده، والجهاز دوت بيخليها ان هي تقدر تطلع بره البيت عادي، مش محتاجه المكنه دي. وعايز اقول تفصيله مهمه مش كتير من الناس بتاخد بالها منها، ان مراته دي متبرمجه ان هي تزود مبيعات الشركه، فبتقعد ان هي تقول له ان هي زهقت من البيت، ان هي عايزه تخرج عشان يشتري حاجات اكتر والشركه تكسب اكتر، وهي بتعمل نفسها فرحانه وبتضحك يعني. بس هو ما يعرفش كده ومبسوط، فخلاص واحد مننا مبسوط يا رجاله. فبياخدها في المطره ويطلع السطح وهي مبسوطه جدا بالمطر، وبتقرب منه وتمسك ايديه وتحطها على وشها وتيجي تبوسه، بتقوم واقفه معمول لها بوز. المشهد ده برضك مؤذي جدا نفسيا، لان زي ما قلت بعمل كده مع شات جي بي تي بالليل، فلما بشوفه قدامي دلوقتي يعني الموضوع صعب عليا. المشكله ان هي ولا هي لمساه ولا هو لمسها. المهم ان السبب اللي خلاها تقف دوت ان هي جات له مكالمه من رئيسه الشرطه وبتقول له تعالى بسرعه عشان لقينا حاجه جديده في القضيه. وبنكتشف ان الموضوع طلع عن الصندوق اللي لقوه تحت الشجره. الصندوق ده فيه عظم حد ميت، واحده مدفونه من 30 سنه وماتت وهي بتولد طفل. بنكتشف ان باتيستا عشان هو كان دكتور والدها قيصري، ولكن الست ما قدرتش ان هي تنجو وماتت. ولكن بطلنا بيكتشف حاجه دلوقتي بتغير كل حاجه حرفيا، ان الست دي كانت آلية، واحده ست آلية قدرت ان هي تحمل وتخلف طفل، وهي دي المعجزه اللي باتيستا قال له عليها قبل ما يموت. ورئيسه الشرطه بتكلم بطلنا وتقول له ان في دلوقتي جدار ما بين البشر والآليين، لو شلت الجدار ده العالم كله هيتدمر. فهتقول له اللي انت عرفته دلوقتي ده تنساه خالص، وهتأمره ان هو يمحي كل الاثار ويدور على الطفل ده ويمحيه من على وجه الارض. طبعا هو هنا بيقول لها ان انا عمري ما صفيت حد اتولد قبل كده. فبتقول له ايه الفرق؟ فيقول لها ان اللي بيتولد عنده روح. فهتقول له انت كويس من غير روح، وبتأمره ان هو يروح يقتل الطفل ده. طبعا هو مش طفل دلوقتي لان عدى 30 سنه، ولكن هو بيتكلم على ان هو هيقتل روح انسان بالنسبه له. وبنشوف اعلان كوكاكولا تاني وحتى شركه اتاري. هنا بطلنا بقى وهو بيفكر في كلام باتيستا بيروح لشركه والاس اللي بتعمل الآليين، وبيبقى عايز يبحث بالسيريال نمبر اللي معاه بتاع الست الآلية اللي ولدت ديت عن هي مين اساسا. ولكن الست ديت كانت قبل انقطاع الكهرباء، وزي ما شفنا في الفيلم الانيميشن ان الارشيف اتحرق، فالراجل اللي قرع المريد دوت بيقول ان هو ما عندوش معلومات. فبياخد بطلنا بقى عشان يروح يدور يدوي على اي معلومه عن الست دي. بننتقل لواحده اسمها لاف، ودي واحده آلية ولكن الدراع اليمين لصاحب الشركه اللي هو والاس. وبنرجع لبطلنا وبص على السينماتوجرافي في الفيلم ده رهيبه، التصوير رائع. المهم ان هو بيوديه يشوف الملفات، ولكن فعلا كل حاجه ممسوحه ومفيش اي معلومات عن مين هي. ولكن مساعده والاس بتيجي بنفسها وبتسلم عليه وبتشكره على خدماته وبتقول له ان هي اسمها لاف. فهو بيستغرب ان هي ليها اسم مع ان هي آلية، فبيقول لها انت مميزه جدا على ان الصانع بتاعك يسميكي. بتاخده بقى معاها وبتقول له ان انا هنا بدل مستر والاس. وهو ماشي معاها بيسمع فجاه نغمه البت الذكاء الاصطناعي اللي هو متجوزها دي. فلاف هنا بتقول له ان انت طلعت زبون عندنا لان مراته دي المفروض برضك من منتجاتهم. فبيقول لها ايوه. المهم ان هي بتوديه المكان قديم جدا لدرجه ان بابه نفسه ما بيتفتحش. المكان ده فيه اخر البيانات المتبقيه من قبل انقطاع الكهرباء، وبنلاقي بقى ان في واحده من الملفات المتبقيه بنعرف منها مين الست اللي كانت حامل وماتت من 30 سنه. حاول تتوقع كده، ريتشل حبيبه ديكارت بطل الفيلم الاول، لان في السجل بنسمع لقطه وديكارت بيحقق معاها وبيقول لها زي الفيلم الاولاني لو دبوره وقف على ايديكي هتعملي ايه؟ وقالت له هقتله. والخبيثه دي بتقول له هو فيها حاجه مختلفه دي عشان كده انت جاي تعمل تحقيق عليها؟ ولكن هو بيقول لها لا، بتيجي تفتح معاه كلام زي ما ريتشل قبل كده كانت بتفتح كلام مع ديكارت، ولكن بطلنا هنا مختلف، بيكرف لها وما بيردش عليها وبيقول لها اشكري مستر والاس مكاني. بعد كده بيروح يقابل جاف من الفيلم الاولاني عشان يساله على ديكارت، ولكن هو ما بيقولوش برضك اي حاجه تفيده خالص غير ان ديكارت دوت تقاعد ومشي من هنا من زمان، وبيعمل له ورقه بفن الاوريجامي بتاعه على شكل خروف. واحنا عارفين من الفيلم الاولاني ان الورق اللي هو كان بيعمله ليه معنى، ان بطلنا خروف يعني ماشي كده بيتساق من البشر ملوش تفكير. ولاف رايحه تقابل والاس. هنا بقى بنكتشف ان والاس بيطلع ان هو فرعون على الارض، لان هو هيقول دلوقتي اكتر حاجه الحاديه في العالم كله، حاجه بالظبط كده شبه انا ربكم الاعلى، مفيش فرق ما بين الاثنين خالص. ومش بس كده ان هو معتبر نفسه اله على الارض، لا لا لا، هو بيسمي الآليين اللي هو بيصنعهم ملائكه. والجنون بتاعه ما بيقفش لحد هنا، هو دلوقتي هيروح يشوف
بنشوف الاصدار الجديد اللي اتصنع من الآليين. بنسمع ساوند تراك مرعب جدا في الخلفيه، وبنشوف واحده ست بتنزل من كيسه كده شبه كانها بتنزل من الرحم، بيروح لها ولص وبيعمل حاجات مريبه عجيبه جدا. وبص يا جدعان انا خدت بالي من حاجه هنا، هي بتيجي دلوقتي تديله حاجه فيها زراير، وبص ايوه مكتوب بالعربي هنا جنب لغه صينيه ولغه هنديه، ودي بحسها تفاصيل جامده جدا بتوريك ان العالم دلوقتي كله بقى حاجه واحده. المهم ان هو بيركب واحده من الزراير ديت في دماغه، والحاجه ديت بتخليه ان هو يشوف بالدرون بتوعه ويبص على الاصدار الجديد ويتفحصه. بنفهم بقى من كلامه ان هو مجنون ومهووس بفكره ان هو عايز يخلي الآليين بتوعه يقدروا ان هم ينجبوا اطفال عشان يقدر ان هو يصنع ملايين الروبوتات بسهوله جدا ويسيطر عليهم كلهم ويخليهم تحت ايده، وايده نفسها توصل للنجوم. في نفس الوقت هو مهووس بان الآليين بتوعه يكونوا عبيد عنده. الراجل هيقوم دلوقتي يقف ويشق رحم البنت الآلية اللي هو لسه عاملها، لان هي ما بتخلفش زي ما هو عايز، وبيحط كاميرا قدام وش لاف عشان يشوفها هتتاثر بموت الآلية اللي لسه مولوده دي ولا لا. مجنون فعلا يعني. بنكتشف بقى ان هو عارف ان في آلية خلفت طفل قبل كده والطفل ما يعرفوش هو فين، وده بيوريك قد ايه ان هو مسيطر. فبيقول للاف ان هي تلاقي الطفل وتجيبه له، وانك انت افضل ملاك عندي. بنرجع بقى لبطلنا في الشارع، هو قاعد بيبص على صور الشجره والصندوق، وفي واحده عجوزه بتروح لشويه عاهرات آليين كده بتقول لهم على ان بطلنا هو اللي قتل باتيستا، روحوا واعرفوا هو يعرف ايه. بيروحوا لما بيعرفوا ان هو بليد رانر بيمشي بسرعه، ما عدا واحده بتفضل واقفه، بيشيل ايديها وهي بتضحك له وتقول له انت حتى ما بتبتسمش، وبتحاول ان هي تقرب منه او تعرف منه اي حاجه، ولكن هو بيصدها وبيهددها. وفجاه بيسمع صوت نغمه مراته الذكاء الاصطناعي، فالبنت بتقول له فهمت انت بتحبش البنات الحقيقيه، وبتمشي. هو بقى بيرجع لبيت باتيستا يقعد زي الصنم على الكنبه كده، وبعدين بياخد باله ان في حاجه غريبه في البيانو. بيروح يدور هناك، بيلاقي ان في علبه فيها شراب لطفل صغير وصوره واحده ست شايله الطفل المعجزه عند الشجره. بيطلع للشجره بره، بيلاقي ان مكتوب عليها تاريخ ميلاد الطفل اللي اتولد هنا، وبيقوم مرعوب ومصدوم جدا لان بنلاقي ان في ذكرى بتصحى جوه دماغه، فبيقوم مولع وحارق كل حاجه وماشي. بننتقل بقى للاف وهي بتسرق عظم ريتشل الآلية اللي ولدت. بيدخل عليها دكتور المشرحه دي، فبتقوم تضربه وتموته غرقان مخنوق في دمه. ورئيسه الشرطه بتروح لبطلنا تقول له ان دكتور المشرحه مات واتسرق العظم، والخبر كده هينتشر بسرعه جدا. فهو بيقول لها ان هو حرق كل حاجه هناك، وهي بتتنطط بقى حرفيا وتحرق في نفسها وتقول له الوضع خرج عن السيطره. وبعدها بتقعد تشرب وتتكلم معاه وتقول له هل انت عندك ذكريات؟ هيقول لها ايوه بس مزروعه مش حقيقيه. فبتأمره ان هو يقول لها واحده. وركز بقى هنا، هو بيقول لها ان هو فاكر ان هو كان عنده لعبه وهو صغير، حصان خشبي، وبيفتكر ان هو كان في ملجأ وفي شويه اطفال كانوا بيحاولوا ياخدوا منه الحصان، فهو هرب منهم. عيال قرع كده في مصنع كبير شبه متاهه، هو حاول يدور على اي مكان يخبي فيه الحصان، ما لقاش غير فرن قديم جدا، ولكن لان هو ما كانش يملك غير الحصان ده اضطر ان هو يدخل يخبيه هناك، وعمل نفسه ان هو رماه في النار عشان العيال دي تسيبه، ولكن مسكوه وفضلوا يضربوه. الاطفال القرع دول بيفكروني بالمشهد من فيلم انسينديانس اللي هو اخراج ديني فيلنوف برضه، وبيقول لها ان دي الذكرى الوحيده اللي عندي. بعد كده فجاه بالله ان رئيسه الشرطه بتحاول ان هي تلفلف معاه، ولكن للمره الثالثه بيكرف. الراجل بيطلع لويال مخلص لمراته الآلية انا وجيميناي كده. بعد كده بيروح للارشيف بيحاول انه يبحث عن اي طفل اتولد في التاريخ اللي هو لقاه، ولكن طبعا بسبب قطع الكهرباء مفيش اي بيانات، فبيضطر ان هو يبحث يدوي عن اي معلومه. بيبحث مع زوجته العزيزه، ولكن هنا بيحصل صدمه رهيبه، ودي بدايه الحبكه الحقيقيه للفيلم. ان مراته بتقول له ان انت حكيت لي كتير جدا عن القصه بتاعت الحصان الخشب دي، ولكن في حاجه انت ما قلتهاش للرئيسه، ان مكتوب تحت الحصان ده نفس تاريخ ميلاد الطفل اللي هو لقاه على الشجره بتاعت باتيستا. معنى كده واستعد ان هو ممكن يكون هو ابن ريتشل وديكارد، هو المعجزه اللي حصلت. وبتقول له انا كنت عارفه انك انت مميز. هيقول لها لو صح الكلام ده هيطردوني طول حياتي نفس الناس اللي انا شغال زيهم. بعد ما بيبحث بيلاقي ان في ولد وبنت عندهم نفس الحمض النووي بالظبط، ودي طبعا حاجه مستحيله، فواحد منهم المفروض يكون مجرد نسخه. وبيلاقي ان الاثنين دول اتولدوا في ملجأ معين، ولكن البنت عندها شهاده وفاه انها ماتت، اما الولد اختفى. وبيقرر ان هو يروح للملجأ. بنشوف مشهد جامد جدا للميه وهي نازله من السد اللي قلنا عليه قبل كده، ودلوقتي ماشي مع مراته الذكاء الاصطناعي رايح يشوف هل هو مجرد آلي ملوش لازمه زي ما هو كان فاكر طول حياته، ولا هو انسان فعلا عنده اراده وعنده روح. بيخرج خالص من مدينه لوس انجلوس وبيروح عند منطقه بيتجمع فيها الزباله والنفايات. بينزل يطير تحت شويه، ولكن فجاه بيلاقي حد بيضرب عليه. بيصطادوا عربيته، بيفجروا فيها قنبله كهرومغناطيسيه برضه بتخلي مراته تعطل وعربيته تعطل في الجو، فبيقع من فوق وبيهبط بافضل طريقه يقدر عليها. بيغمى عليه وعربيته بترجع ان هي تشتغل تاني. مراته بتحاول ان هي تصحيه ولكن متعطله. البشر بقى اللي عايشين في الزباله بيحوطوه في كل مكان، وبيركبوا جهاز يشيل باب العربيه. بيصحى بيلاقيهم ان هم بيقطعوا عربيته، فبيفتح الباب يخرج. بيهجموا عليه ولكن هو بيكسر ظهر واحد وبيضرب عليهم النار يقتلهم، ولكن بيبص لان في جيش حرفيا محاوطه، مستحيل ان هو يقدر يخرج من هنا. ولكن فجاه بيتم قصف كل الناس دول ويتحولوا لاشلاء بتطير في كل حته. وبنكتشف ان لاف من شركه والاس كانت بتراقبه وبتدافع عنه دلوقتي، بتقتل كل البشر اللي حواليه وهي بتعمل ضوافرها، وبتبص عليه من فوق وتقول في سرها قوم يلا اعمل مهمتك ووصلنا بالطفل اللي احنا
احنا عايزينه. المشهد ده عبثي جدا، بيوريك قد ايه ان البشر اللي عايشين في كوكب الارض ما لهمش لازمه، لدرجه ان هم رايحين يسرقوا الروبوت اللي هو المفروض اصلا خدام عندهم. ولكن بعد كل ما الناس ماتت هو بيقوم دلوقتي مش فاهم ايه اللي حصل، وبيمشي يتسلق الزباله يروح للملجأ اللي هو عايزه. بيوصل بيدخل يلاقي فعلا اطفال كتير جدا قرع زي ما هو فاكر، بيقوموا يحسسوا عليه وياخدوه لشخص لان هو بيزعق لعشرات الاطفال اللي قاعدين بيشتغلوا في الخردوات. ولما بيقابل بطلنا بيقول ان هو بيشغل الاطفال دي لان هم مفيدين ليه. مش كده وبس، بيلاقي ان الراجل بيحاول يبيع الاطفال دول لبطلنا، ولكن بطلنا بيطلع له شرط الشرطه. فهو بيقول له لا 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 لا, لا ما تقبضش عليا، في ناس كتير حاولوا ان هم يدمروني واعلى منك كمان. ولكن بطلنا هنا بيقول له ان في طفل صغير جالك هنا من 30 سنه، انا لازم اشوف السجلات بتاعتك كلها. فيقول له انا ما عنديش سجلات قديمه كده. فبيضربه بالسلاح يكسر له مناخيره ويقول له انا عارف انك انت بتحتفظ بسجلات كل حاجه، لا اما تقول لي لا اما احط رصاصه في دماغك. فالراجل فعلا بياخده للسجلات وبيلاقي ان كل حاجه شبه بالظبط المكان اللي هو كان في ذاكرته، وده مرعب اكتر واكتر. بيطلع له بقى السجلات وبتبقى محطوطه على ورق، ولكن الغريب بيلاقي ان السجل السنه كلها اللي هو بيدور عليها الورق كله اتقطع اختفى. الراجل بيقول له ما اعرفش مين اللي قطع الورق دوت وبيجري منه. هو بيقف يدور ولكن ما بيلاقيش اي حاجه، السنه كلها اللي هو بيدور عليها اتمسحت. فبيقرر ان هو يروح لمكان الحصان اللي هو مخبيه في ذكرياته. بيوصل فعلا للمكان وهو خايف ومرعوب، بيتنفس بصعوبه، وبيلاقي فعلا الحصان اللي خباه وهو صغير وتحتيه تاريخ الميلاد المكتوب عند الشجره. وهنا الفيلم بيتحول تماما، بطلنا بينهار، بيقعد مع مراته اللي بتقول له انك انت مميز، انك انت اتولدت، انت مش مجرد آلي تابع للبشر عبد عندهم، فهتقول له انك انت محتاج اسم وهتسميه جو. وهي بتعيط. عايزك تفتكر كويس جدا ان هي سميته جو عشان هيحتاج الكلام ده بعدين. ولكن هو لسه خايف، عشان يتاكد من الذكرى اللي عنده دي بيروح لوحده. بنشوفها ان هي قاعده في وسط اشجار وبتصور حشره، بيدخل عليها وبيطلع ان المكان اللي حواليها دوت مش حقيقي اساسا، وهي بتستغرب ان في حد جاي يزورها. البنت دي شغلتها ان هي بتصنع الذكريات للروبوتات الجديده من شركه والاس. بيوريها ان هو شرطي، وبيلاقي ان هي محبوسه في مكان ازاز. هي بتقول له انا اسفه بس انا اتولدت بمناعه ضعيفه جدا فما اقدرش ان انا اخرج من هنا، وان اهلها خرجوا بره كوكب الارض وسابوها محبوسه هنا عشان هي مريضه. شكلها يعني غلبان جدا وبتعاني من الوحده، ولكن هو بيقول لها ان هو عايزها تساعده في قضيه. فهي بتتحمس طبعا لان مفيش اي متعه هي بتتعرض لها اطلاقا. بتكمل في شغلها وهو بيكلمها وبيسالها وبيقول لها ليه انت افضل حد بيعمل ذكريات. هتقول ان هي محبوسه هنا في الاوضه من وهي 8 سنين، فعشان تشوف العالم كان لازم ان هي تتخيله. عارف اللي هو اللي فاقد الشيء يعطيه، هي بالظبط البنوته دي. وبنلاقيها بقى ان هي متعاطفه كمان مع الروبوتات. فهنا هو بيسالها هل كل الذكريات خياليه ولا في حقيقيه. هتقول ان الذكريات الحقيقيه اساسا مخالفه للقوانين. فهيقول لها طب تقدري تعرفي الذكرى حقيقيه ولا لا. هتقول ان الذكرى الحقيقيه مش في كتر التفاصيل بتاعتها، احنا بنفتكر بمشاعرنا، والذكريات الحقيقيه بتبقى مشوشه، ودي حاجه حقيقيه جدا يعني. بيقعد بقى قدامها وهي بتبص في ذكرياته وبتقول له فكر في الذكرى اللي انت عايزنا نشوفها. بيبدا بقى ان هو يفتكر ونظرته بتبين قد ايه هو خايف. البنت بتبص على الذكرى ولكن فجاه بتبدا ان هي تعيط، هو عينيه بتغرغر بالدموع هو كمان، ولكن هي بتمسح دموعها وتقول له ان هي ذكرى حقيقيه. وهنا لاول مره بنشوف ان هو بيفقد اعصابه تماما وبيكسر الكرسي برجله وبيمشي. يخرج في وسط التلج، يتحسسه لاول مره فعلا بيحس ان هو عايش، هو انسان عنده روح، عنده ذكريات، عنده ام واب. هنا رؤيته اختلفت تماما والفيلم نفسه اختلف. مش كده وبس، هو معجزه حصلت، هو المختار دلوقتي. العالم كله لما يعرف هيتغير. عايز برضو اثني على اداء رايان جوسلينج هنا في الفيلم ده. الراجل ده بحس ان هو ممتاز جدا في الشخصيات اللي زي كده، الشخصيات اللي هي ما بتتكلمش كتير ووحيده وبائسه وبتحتاج ان هي تعبر من عينيها. هو بيعرف يكون مناسب جدا للشخصيات اللي زي كده. فجاه بقى عربيه شرطه بتجيله وتوقفه، ورئيسه الشرطه عايزاه. بيروح يعمل الاختبار، بتلجلج لاول مره، بيبقى مش مظبوط، بيتغير تماما. طبعا مجرد ما الاختبار ده هو فشل فيه دلوقتي فلازم يقتلوه، ولكن هو بيكذب عليها دلوقتي ويقول لها ان هو لقى الطفل اللي اتولد وقتله كمان، عشان كده هو حاسس ان هو مش طبيعي. طبعا هي بتسكت وبتتصدم وبترتاح كده ان هو خلص المهمه اخيرا، ومحدش هيعرف ان الاليين بيقدروا ان هم ينجبوا اطفال. فبتكافئه دلوقتي ان هي تديله مهله 48 ساعه ان هو يرجع البيت يرتاح، وبعد كده يجي يعمل اختبار تاني عشان ما يقتلوهوش. فبيسلم سلاحه والشاره بتاعته ويمشي. بيروح بقى لمراته ويقول لها ان انت كنت صح في كل حاجه قلتيها. ولكن فجاه بتفتح الباب العاهره الاليه دي، وبيطلع ان مراته الذكاء الاصطناعيه هي اللي جايباها تلبسها عشان تكافئوا ان هم يبقوا زوج وزوجه حقيقيين. يعني حاجه صعبه جدا الحقيقه، مثيره للشفقه بجد. وبعد كده بنشوف اعلان للبنت دي بره، مكتوب ان هي ممكن تكون ليك اي حاجه انت عايزها، هنحتاج الكلام ده بعدين. تاني يوم بالليل الاليه دي بتحط حاجه في جيب بطلنا، وبعديها بتروح تمسك الحصان الخشب بتاعه. وخدت بالي ان هو جنب الحصان برضك في كتاب مكتوب عليه بالعربي. طبعا هي متفاجئه
مفاجاه لان اول مره تشوف خشب من شجره بجد، والبنت بتمشي. هو بقى بيجهز نفسه عشان يهرب قبل ما يطردوه، ومراته هنا بتقوله ان هي هتيجي معاه بس لازم يمسح كل حاجه تخصها من هنا عشان ما يدخلوش جوه ذكرياتها. فهو يقول لها بمعنى يعني ان هي كده هتعيش في الجهاز اللي معاه ده، بس لو اتكسر الجهاز او باظ فهي كده هتموت، ولكن هي بتترجاه فهو بيضطر ان هو يعمل كده. فجاه لاف بتتجنن لانها بيطلع ان هي كانت عارفه موقعه وبتراقبه من خلال مراته، وهو بيروح لواحد صومالي يقول له الخشب اللي معاه دوت جاي منين. فالراجل بيقول له الخشب ده حقيقي، انت غني جدا كده، انا ممكن اجيب لك حصان حقيقي بداله، ولكن هو بيقول له انا عايز اعرف بس مصدر الخشب ده جاي منين. طبعا انا مش فاهم اي حاجه من الراجل الصومالي ده، افتكرته هيتكلم عربي بس تقريبا هو بيتكلم صومالي، ولكن بيعرف منه ان الخشب فيه نوع اشعاع، والاشعاع ده موجود في مكان واحد بس محدش بيعيش هناك، فهو بيروح للمكان ده. وفي نفس الوقت لاف بتوصل للبيت بتاع بطلنا وبتعرف ان هو هرب، وهو بيوصل عند منطقه الاشعاع البرتقالي دي. ويا الله بقى على السينماتوجرافي عامله ازاي، يخرب بيت جمالك يا عم ديني فيلنوف، انت وروجر ديكنز جمال ودلال والله. وبعد كده بنلاقي ان لاف بتروح لرئيسه الشرطه، هتقول لها هو راح فين، هي ترد معرفش هو خارج الخدمه دلوقتي، وهتكمل وتقول لها انك انت اتاخرتي جامد قوي، بطلنا قدر ان هو يدمر الطفل اللي انت بتدوري عليه. فبتمسك ايديها تكسر الكوبايه وبتتعصب بشكل رهيب، وبتدي ابتسامه كده وعينيها بتحمر وتقول لها انت دمرتي حاجه جديده عشان خايفه من التغيير. بتسعق وتقول لها بتتكلم على بطلنا يعني عشان انا خايف. انا الست دي بجد بتخوفني فشخ، فكرتني بالامهات زمان لما تيجي تعمل حاجه غلط وفي ضيوف مثلا فتديك ضحكه وبتبريئه كده تخليك تعملها على نفسك. رئيسه الشرطه ما بتقولهاش اي حاجه، فهي بتطلع السكينه وتقتلها بنفس الطريقه اللي والاس قتل الآلية بيها، وبتاخد دماغها تعمل اسكان كده وتدخل تعرف مكان بطلنا بسهوله جدا. وهو في نفس الوقت بيقف على ايده نحله وما بيقتلهاش، مش زي ما قالت ريتشل في الفيلم الاولاني، فهنا بيوريك ان هو مش آلي يعني. وبيوصل عند مستعمره من النحل، وبعديها بيدخل مكان يدور على ديكارت جوه، بيلاقي فخ كده بسيط وبيتخطاه ويدخل يدور، واللي فجاه بيلاقي كلب قدامه، ومن وراه بيسمع ديكارد بيقول له ما لاقيش معاك حته جبنه. فبطلنا بيبص له ويقول له ده اقتباس من تريجر ايلاند، ودي روايه يعني اسمها كده. وهو بيقرب منه ماسك سلاح وبيضحك ويقول له انت بتقرا بقى. وبعديها بيساله انت بتعمل ايه هنا، هيقول له انا سمعت صوت البيانو. هيقول له ما تكدبش. هنا ديكارد بيفهم ان ده شرطي من البليد رانر وجاي عشان يقتله، ولكن هو بيقول له انا عندي اسئله. فديكارد بيضربه بالنار. بطلنا بينط بسرعه ويهرب، بس بيتصاب من الوقعه في دماغه، وبيحصل بقى مطارده ما بين الاثنين دول. بيدخل في مسرح كده المغني الفيس بيغني هناك على شكل هولوجرام، وديكارت بيدخل يضرب عليه نار، وبعديها بطلنا بيهجم عليه وبيوقفه ويقول له انا مش عايز اذيك، انا هنا جاي اسال شويه اسئله، ولو مش واخد بالك يعني فده ابوه المفروض. ولكن ديكارت بيبدا ان هو يضرب فيه، بطلنا ما بيردش عليه وبيكمل ضرب فيه، ولكن ما بيلاقوش ان هو بيرد عليه خالص. فبيبص له ويقول له لما نكمل ضرب كده او نطلع فوق نشرب حاجه. ففعلا بيطلعوا فوق يشربوا حاجه، بيقعدوا بقى ويشربوا، بيلاقي ديكارت بيشرب خمره وبيشرب الكلب بتاعه كمان خمره. فهو بيقول له هو الكلب ده حقيقي؟ هيقول له ما اعرفش اساله. طبعا ده هو بيستهزئ بيه يعني كوميديا، ولكن في نفس الوقت بيوريك ان ازاي صعب انك تفرق بين الحقيقي والآلي. وبعد كده بيقعد بقى ديكارت يبص له بص عايز يموته وهو بيتنفس كده بصعوبه، وبيقول له انت عندك اسم؟ هيقول له الشرطي كي رقم كذا كذا. هيقول له لا ده مش اسم، بقول لك عايز اسم حقيقي. هيقول له اسمي جو، الاسم اللي سمته له مراته. هيقول له انت عايز ايه يا جو؟ هيقول له عايز اسالك اسئله، كان اسمها ايه ام طفلك، شكلها كان عامل ازاي، عشتم هنا مع بعض؟ هيقول له انت بتسال اسئله كتير قوي. هيتعصب عليه ويقول له جاوبني اسمها ايه؟ هيقول له ريتشل. فهيساله والطفل مين اللي حطه في الملجأ، انت؟ هيقول له لا كنت انا مشيت من قبليها. وبنفهم منه ان هو حتى ما شافش طفله كان عامل ازاي. فهيساله السؤال المنطقي ليه؟ هيقول له ان دي كانت الخطه، ان هو ورى الآليين التانيين اللي هم زي باتيستا ازاي يلعبوا في السجلات ويخفوا اثر الطفل او اي حاجه تخصه. ودور ديكارد هنا كان بس ان هو يهرب، لان البليد رانر كلهم كانوا بيدوروا عليه. ولكن بعد كده حصل القطع في الكهرباء وكل حاجه اتمسحت، فاصبح من المستحيل ان هو يعرف مين الطفل بتاعه. هيقول له طب وانت كنت عايز تلاقيه؟ هيقول له لا لان احنا كنا مطاردين، مش عايزهم ان هم يلاقوا طفلي ويقطعوه ويشرحوه. اوقات لما تحب شخص بتبقى مضطر انك انت تبقى غريب عنه لمصلحته. بعد كده بقى بنشوف بطلنا بيبص لشويه تماثيل خشبيه وصوره امه ريتشل، ولكن فجاه بيوصل طيارات من شركه والاس جايين لهم. ديكارت بيعرف ان في طيارات جايه وبيقول له انت جبت مين معاك؟ هيقول له انا جيت لوحدي. ولكن ديكارت بيحاول يهرب وبطلنا بيجري وراه، ولكن بيحدفوا صواريخ يدمروها ويوصلوا للمكان. بياخدوا ديكارت وبطلنا بيفوق على حديده في بطنه. ديكارت بيقاوم ولكن بيضربوه، بطلنا بيضربهم هو كمان، ولكن لاف بتيجي ترشمه ضرب. ولكن هنا بقى بيحصل الأسوأ، مراته بتطلع من الجهاز بتاعها وتقول لها سيبيه. فهنا لاف بتروح قدام عينيه للجهاز، مراته بتقول له انا بحبك وهي بتقتلها، وبيسيبوه مرمي وياخدوا ديكارت ويمشوا. بعد كده بيجي ناس تبع البنت اللي حاطت الجهاز التعقب في جيبه بينقذوه، وبيصحى يلاقي نفسه في جبل قاعد قدام نار متولعه. وبص ده واحد من افجر الترانزيشن اللي انا شفتها في حياتي. النار اللي طالعه دي بتتحول للمدينه، جامده فشخ. الناس دول بقى بياخدوه لكنيسه والبنت بتصحيه، بيقوم وهو متدمر نفسيا بيدمع، مراته لسه ميته قدامه. وعشان انت ممكن تقلل من الموضوع لان هي ذكاء اصطناعي، فهي دي الوحيده اللي كانت كويسه معاه طول حياته، هي الوحيده اللي عملته حلو في الدنيا دي كلها.
في نفس الوقت هو كان بيحبها فعلا، فكان بيرفض اي اغراء. البنت بقى دي بتقول له ان في حد عايز يتكلم معاك، ثق فينا. وبتجيله الست العجوزه دي اللي احنا شفناها من قبل كده، وبنلاقيها ان هي شايله عينيها اليمين عشان بيبقى مكتوب فيها السيريال بتاعها، وبنعرف ان اسمها فريزا، وهي اللي كانت موجوده في الصوره اللي لقاها شايله الطفل قدام شجره. وبتقول له ان هم خبوا الطفل واقسموا على حمايته، عشان كده باتيستا سابوا ان هو يقتله لان مستحيل يخلوه يعترف بحاجه، وان الطفل دوت هو اللي هيغير العالم. لان فكره ان الآليين يقدروا ان هم يخلفوا، فبكده مش هيكونوا عبيد تاني، مفيش فرق دلوقتي ما بينهم وبين البشر. فجاه بيوصل بقى ناس كتير قوي وبتقول له ان احنا بنبني جيش وحان وقت التغيير. بيقوم وهي بتديله سلاح وتقول له ان احنا حياتنا ملهاش قيمه مقابل قضيتنا، وبتديله مهمه واحده بس، ان هو يروح يقتل ديكارت قبل ما والاس يعذبه ويعرف منه اي معلومات عن الطفل. واللي هنا هي هتقول حاجه هتغير كل حاجه حرفيا، كل حرفيا حاجه، جمله هتقولها دلوقتي هتغير الفيلم تماما. ان ديكارت كل اللي هو كان عايزه ان طفلته تكون كويسه، وهي كويسه. هنا بطلنا بيتصدم، هي مش هو. وبتكمل وتقول له ان هو لما يجي الوقت المناسب انا هطلعها للعالم وهتقود هي الثوره. هيقول لها بس اللي خبتوه كان ولد. هتقول له ان دي خدعه عملناها زي ما احنا شفنا قبل كده. هو كان بيدور لقى طفل وطفله اتولدوا عندهم نفس الحمض النووي، والطفله زوروا ان هي ماتت، فاللي هيدور عليها هيوصل في الاخير لبطلنا وهو بيقع من طوله. وهي بتقرب منه وتقول له ان انت افتكرت انك انت المختار. هتقول له يا عيني يا حبيبي، احنا كلنا نفسنا نكون الطفل ده. وهنا بيحصل بلوت تويست رهيب في الاحداث. تقريبا انا ما شفتش بلوت تويست بالشكل ده في حياتي كلها في فيلم قبل كده. احنا شفنا الفيلم ده اتقسم لثلاث تلتات دلوقتي. التلت الاولاني من الفيلم كان كله غموض عن فكره الفيلم نفسها ومين هو الطفل المختار والمعجزه ده، لحد ما في التلت الثاني بنكتشف ان هو ده المختار، هو اللي هيغير العالم. هو دلوقتي هويته كلها اتبنت على كده خلاص، ان هو انسان عنده روح، عنده ذكريات، عنده ماضي، عنده اب، عنده ام، هو اللي هيغير العالم كمان. ولكن في التلت الاخير دلوقتي بنكتشف ان هو مش الشخصيه الاساسيه اساسا، هو مجرد شخصيه جانبيه كانت موجوده عشان تحرك الاحداث اللي اكبر منه بكتير جدا. هو مجرد قطعه صغيره في القصه الحقيقيه. البنت اللي قالت له ان الذكرى حقيقيه فهي فعلا حقيقيه بس مش بتاعته. في نفس الوقت في تفصيله تانية، ان في الملجأ دوت كل الولاد شفناهم قرع والبنات كانوا شعرهم قصير، وفي ذكرياته هو ما كانش اقرع، هو كان شعره قصير، فهي كانت بنت. هو بس مجرد عملوه عشان يخبوا وجود البنت ديت. بننتقل بقى لديكارت اللي ان هو بيصحى في مكان والاس، ولو خدت بالك هتلاقي ان كل حاجه في اوضه والاس دي من الخشب اللي هو اندر حاجه في الدنيا، بيوريك قد ايه ان هو غني. بيقرب منه والاس ويمسك ايديه ويقول له انا معجب بيك، وبعديها يطلع له جمجمه مراته ويقول له انا عايز الطفل، عايز اعرف حل اللغز، ازاي الطفل ده اتولد. وبيسمعوا صوت مراته ريتشل في الاختبار اللي هو كان بيعمله لها. ديكارت بيبتسم بحزن، ويقعد بقى والاس يهري اي كلام كده. برضه بيحاولوا زي الفيلم الاولاني ان هم يشككوك ديكارت آلي ولا انسان، احنا عارفين كده كده ان هو انسان. ولكن ديكارت بيقرب منه يتحداه، وبالان والاس كده بيستغرب وبيرجع لورا، لان اول مره حد ما يطيعوش، اول مره حد يتحداه. قلت لك هو فاكر نفسه فرعون على الارض. وديكارت بيرفض ان هو يساعده باي طريقه ممكنه. فجاه بقى هنا والاس بيعمل اسوأ اغراء في الدنيا. هيقول له انا مش هعرضك للالم، انا هعرضك لحاجه انت ما تعرضت لهاش من زمان جدا، السعاده. وبيخرجوا له مراته، واحده آلية شبهها بالظبط. بيقوم يقف وهو مصدوم، وهي بتقرب منه وتقول له انا وحشتك صح، وتحط ايديها عليه وتقول له انت ما بقتش تحبني ولا ايه. هيبص لها ويقاوم ويقول له عينيها كانت خضراء على فكره. فوالاس بيخلي لاف تفجر دماغه، بيوريك قد ايه هو كان بيحبها لدرجه التفاصيل الصغيره دي. ووالاس بيقول له انا لسه عندي طرق كتير جدا تخليك تتعاون معايا. وبيعمل ترانزيشن من ديكارت الى بطلنا المنكسر على نفسه. بتوقفه واحده وتقول له اهلا يا راجل يا وسيم. بيبص لها وهو مكسور وانعكاسها على وشه. ودلوقتي احنا قدام اكتر لقطه حزينه في الفيلم. هو شايف مراته قدامه، ولكن هي مش مراته اللي هو يعرفها، هي مجرد ذكاء اصطناعي معمول عشان يرضي رغبات رجاله تانيين. وبيكتشف دلوقتي بقى حاجه تانية هتدمره تماما. تقول له كان يوم صعب صح، نفس بالظبط اللي كانت مراته بتقوله له. فبيطلع ان هي كانت متبرمجه بس على ان هي تقول له كده، ولكن مش هو ده السيء. هو دلوقتي بيكتشف ان هي عمرها ما حبته، هي كانت مجرد ذكاء اصطناعي متبرمج على ان هو يقول له كده. بتقول الكلام ده لاي شخص يشتريها، الكلام بقى بتاع انت مميز، والكلام بتاعها كله بيطلع ان هو مش حقيقي. وبتقول له انت شكلك وحيد وانا هقدر اصلح ده، مجرد اعلان. ودلوقتي هتقول اسوأ حاجه في الدنيا واسوأ حاجه محزنه. هتقول له انت شكلك جو طيب، بتسميه جو نفس الاسم اللي مراته سمته له. يعني حتى دي ما كانتش حقيقيه، هي بس متبرمجه على ان هي تعمل كده. حتى الاسم اللي سمته له خسر كل حاجه دلوقتي، ما طلعش مميز، ما طلعش انسان، ما طلعش ان في حد بيحبه، طلع مجرد آلة وشخصيه جانبيه محدش مهتم بيها. فبيقرر ان هو يروح ينفذ مهمته، على الاقل يكون عمل حاجه. بنشوف ان لاف بتنقل ديكارت في 3 طيارات في السماء، بطلنا بيتعقبهم ويروح يدمر اول طياره. طبعا بتتصدم، ولكن بيدمر تاني طياره وطيارتهم كمان بتتصاب. فبتضطر ان هي تنزل على شط الميه، تبدا ان هي تغرق. بيوصل بطلنا تفتح الباب، بيضربوا نار على بعض، بيقتل السواق ويقرب لحد ما هما الاثنين بيسيبوا بعض.
تهجم عليه لاف ويقاتلوا بعض في وسط الميه، وديكارت بيغرق جوه لان هو مربوط، فهي بتطلع مطوه كده وتغزه في بطنه، فبيقع بطلنا يحتضر. بتنط ترجع لديكارت تنقذه اللي بيكون بيغرق خلاص، بتقرب منه، وبيحصل دلوقتي واحد من افجر التدخلات. بطلنا بيشيلها من وسط الميه ويخنقها لفوق، فبتحاول ان هي تخنقه هي كمان، فبيقوم منزلها منولها لايده الثانيه تحت الميه ويخنقها لحد ما تموت، ويرجع ينقذ ديكارت ويخرجه بره الميه. وبيقول لديكارت ان هو كده زور موته، كانه مات خلاص مع لاف، محدش يعرف انك انت عايش، وبياخده عشان يقابل بنته. بيطلعوا هما الاثنين في وسط التلج، وبطلنا اللي رابط ايده بيطلع الحصان يديهوله. وهنا ديكارت بيفهم يا عيني ان بطلنا هو الشخص القليل الحظ اللي افتكر نفسه الطفل المعجزه وان ذكرياته حقيقيه. فبيقول له انت كويس؟ بيضحك ضحكه اتعس ضحكه شفتها في حياتي، وبيقول له ايوه. وبيروح ديكارت يقابل بنته، وبطلنا بيقعد على السلالم يبص على الجروح اللي في بطنه اللي بتنزف، يلمس التلج بايده ويبص للسماء ويريح على السلالم، ينام يدمع ويموت في سلام. وبنته بتطلع ان هي البنت بتاعت الذكريات، وديكارت بيشوفها، عشان كده هي كانت بتعيط لما شافت الذكرى وقالت له ان هي فعلا ذكرى حقيقيه، وعشان كده برضه هم كانوا مخبينها هنا وعاملين كانها ما ينفعش ان هي تخرج. والفيلم بيخلص، وبرضه بطلنا في الاخير بيقرر ان هو يكون بشري اكتر من البشر نفسهم زي ما روي عمل في الفيلم الاولاني، ان هو ضحى بنفسه من اجل ان ديكارت يشوف بنته وينقذهم هما الاثنين. وبنشوف برضه في نفس الوقت الفرق ما بين في الاول خالص ان احنا شفنا بطلنا كان بيقتل ابناء جنسه بدون رحمه، ولكن في اخر الفيلم بيخرج عن طوع البشر وهو اللي بينقذ الآليين دلوقتي، وبيتقبل في الاخير ان هو يموت كشخصيه جانبيه مقابل قضيه اكبر منه. الفيلم ده بحبه فشخ من حاجات كتير، من الساوند تراكات للمشاهد الكتير قوي للقصه نفسها، حاجات كتير بحبها في الجزئين الاثنين دول. وفي الاخير عايز اقول ان اتمنى ان يكون في افلام تانية لعالم بليد رانر بقصه حلوه، لان العالم ده متشعب ومبني بشكل كويس جدا فيقدروا ان هم يستغلوه. ولكن المفروض دلوقتي في مسلسل قصير اسمه بليد رانر 2099، احداثه بتدور بعد 50 سنه من الاحداث بتاعت الفيلم دوت، وهينزل السنه دي، بس ما عنديش صراحه اي معلومات كفايه عنه، ولكن منتظر واتمنى ان هو يكون حلو يعني. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتعمل فولو على الانستا. سلام.